لو انت فقير فده لانك غبي مش عشان الظروف. خليني اكون صريح معاك، اللي هقوله ممكن يحرجك يوجعك او يصحيك وانت تختار، لكن الحق لازم يتقال. انت فقير لان عندك غباء مالي، لانك مش فاهم ان الفلوس مش جايه بالعشوائيه او بالحظ ولا حتى بالشكاوي. انا مش بتكلم عن الظروف الاقتصاديه، انا بتكلم عنك انت، عن عقليتك. اكيد في مليون واحد عنده نفس الظروف، لكن لو دققت هتلاقي انهم اتخذوا قرارات ماليه اذكى وبداوا يبنوا مصدر دخلهم بعيد عن الوظيفه، بعيد عن انتظار الرواتب. اللي انت مش قادر تفهمه ان المال مش مجرد شيء بتدفع بيه الفواتير، المال هو اداه لبناء شيء اكبر، لبناء مستقبلك، لبناء امانك المالي. لو انت لسه شايف المال كوسيله للانفاق فانت بتعيش في فخ الفقر. الذكاء المالي مش معناه تكون خبير في البورصه او فاهم في العملات الرقميه. الذكاء المالي معناه انك تقدر تدير دخلك بشكل سليم، تستثمر في نفسك وتتعلم مهارات جديده تفتح لك ابواب دخل اضافي. معناه انك ما تفضلش في نفس الدايره، ما تفضلش تقول ما عنديش وقت، ما عنديش فلوس، لانك لو مش هتستثمر وقتك وفلوسك دلوقتي هتلاقي نفسك في نفس المكان بعد 10 سنين من دلوقتي. لو مش قادر تدير مالك صح، فكر ازاي تقدر تكسب اكتر. هل هتبدا مشروع صغير؟ هل هتتعلم استراتيجيات استثمار؟ هل هتتعلم ازاي تحول الدخل النشط الى دخل غير نشط؟ مفيش حاجه اسمها ظروف بتحدد اذا كنت هتنجح او لا. النجاح عباره عن قرار. هل هتبدا النهارده ولا هتفضل تقول الظروف مش مناسبه؟ عايز اسمع منك في التعليقات ايه اول خطوه هتعملها علشان تبدا تشتغل على ذكائك المالي، وما تنساش تعمل لايك وفولو.